تعال اقول لك ازاي تقدر تحفظ 10 كلمات باللغة الانجليزية في وقت قليل جدا وبطريقة بسيطة وبطريقة سهلة، واوعدك ان انت عمرك ما هتنساهم بعد كده. هتقدر تحفظ الكلمات دي من المقطع اللي هو اسمه كون، اللي هو CON. يعني ممكن نقول contact. contact اللي هو معناها اتصال، وعندك كلمة context. context اللي هي معناها نص، وكلمة contrast. contrast اللي هي التناقض، وعندك كلمة كمان اسمها content اللي هي معناها محتوى. ولو حبيت تعرف كلمة كمان اسمها confirm اللي هي معناها يؤكد، يبقى انت عندك كلمة contact، context، contrast، content، وعندك كمان كلمة confirm. تعال اقول لك الخمس كلمات التانيين. كلمة connect اللي هي معناها يتصل، وعندك كلمة concept اللي هي اعتقاد، consent موافقة، وعندك كلمة contest اللي هي معناها مسابقة، وعندك كمان كلمة اسمها conduct. conduct اللي هي معناها سلوك. طيب لو سمعت يا بطل الفيديو الآخر واستفدت منه وشايف إن في حد ممكن يستفيد من الفيديو ده، فيا ريت تعمل له شير. ولو حبيت تتعمق أكثر في اللغة الإنجليزية وأسرار اللغة الإنجليزية، أكيد طبعا جدا جدا هيشرفني وجودك في القناة ومتابعة باقي الفيديوهات. ويا رب أكون قدرت أفيدكم بحاجة جديدة. كان معاكم مستر مشهور، أشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.